السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم صفوف صحي 100%، زوين بزاف. ما غاديش نطول عليكم، خليكم حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا كيفاش شنو استعملت. بسم الله على بركه الله. غنبداو هنايا بالقوام. هذه زريعه الكتان اللي كنمسحوها من الغبره ونقيوها ونطحنوها. هذه الصوجه اللي محمره شي شويه وكنطحنوها كتولي هكا دقيق بحال شكل دقيق. هنا عندي معليش نسيت السميه تاع اللان اللي حتى هو منقي ومسح من الغبره ومطحون. عندي هنا الدقيق ديال الشوفان، هذا راه الشوفان اللي كنشريو صحيح وكنطحنوه. عندي هنايا اللوز اللي مطحون بقشورو، كنحمروه شي شويه، ماشي كنحمروه غير كنسخنوه شويه، كنصهدوه وكنمسحوه من الغبره وكنطحنوه. عندي هنايا الجنجلان اللي مغسول ومنقي ومطحون حتى هو نيت محمر غير شويه. هادشي كامل ما محمرش، يعني ديك التحميره اللي كنحمرو في الصفوف العادي، هي كنصهدوه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هاد المقادير كامله منها زلافه زلافه، كل واحد يستعمل هكا القياس اللي كيناسبو. عندي هنايا النافع البستاني، وعندي هنا النافع البلدي، وعندي هنايا حبه حلاوه، وهنا القرفه، وهنايا شويه ديال الملحه، قريصه د الملحه. الناس اللي ما كياكلوش الملحه ما يستعملوهاش. عندي كاس د الزيت البلديه، عندي العسل الحره هي باش غادي نحلي بلاصه السكر. بالنسبه لهنايا لهادو راه كنقيوهم وكنحمروهم. بالنسبه للقياس هادو بثلاثه بهم، هاد الانواع ديال النافع ثلاثه ديال جوج معالق كبار، والقرفه معلقه كبيره. صافي هنايا غادي ندوزو نخلطو هادشي. كيف ما كتشوفوا معايا انا عندي هنايا كزعه. بسم الله. هنا اللي بغى القياس بالعبار راه كناخذوا 250 غرام من كل حاجه، وإلا بغينا نزيدو القياس ديال شي حاجه نزيدوه. مثلا الا بغينا نزيدو من الدقيق ديال الشوفان باش نكثرو نزيدوه، ولكن القياسات الاخرين من الاحسن يبقاو هما. واللي بغى يدوبل المقادير يدوبل. هنايا تقريبا عندي واحد الكيلو ونص انا ما بين كل شيء. راه الكميه تبارك الله راه هي مزيانه. بسم الله. هنا غتشوفوا معايا غادي نخلط كلشي هاد النواشف مزيان. هادي راه ما كنحتاجوش نعاودو نغربلوها، ماشي بحال السفوف العاديه اللي كيكون فيها الدقيق العادي. بسم الله. هنا بالنسبه للقياس ديال العسل كل واحد يستعمل هكا الكميه اللي كتناسبو ديال الحلاوه. هنا غادي نكون انا استعملت تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال العسل. صافي. وهنايا كاس ديال العنبه ديال الزيت البلديه كيف ما فاتو وذكرت. صافي. وكندلكوها مزيان، ضروري ما ندلكوها مزيان. شوفوا معايا هنايا من بعد ما خلطتها، هذا هو القوام ديالها كيفاش كتجي، لانها صفوف صحي ما كيخصناش نكثروا لها الزيت واخا تكون بلديه. وانتم كيبقى لكم الاختيار. المهم شاركت معكم الوصفه، هاد الوصفه اللي صحيه 100%. كيف ما شفتوا معايا خاليه من الدقيق يعني العادي اللي كيضر في المصران وديك الشيء. هادي بالنسبه للفطور ديال الناس هكا الكبار، ولا يعني اللي كيدير ريجيم، حتى الناس اللي كيديروا الريجيم والناس اللي عندهم فقر الدم مزيانه لهم حتى هما النيت بزاف. ويعني راه المقادير في متناول الجميع، يعني ماشي راه الا درنا هاد الكميه هادي
ديال كيلو ونص راه كتعطينا تبارك الله، راه يعني كميه مزيانه. وفي نفس الوقت راه ما غالياش بزاف، لان ما كنستعملوش يعني بزاف ديال المكونات اللي هما غاليين من غير اللوز، هو اللي يعني الثمن ديالو شويه طالع. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. المذاق ديالها راه كيجي زوين بزاف بالنسبه للناس اللي ما عمرهم يعني ما كلاو السفوف بهاد الطريقه هادي، راه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هذا الفيديو ينال الرضا ديالكم ويعجبكم وتشجعوني. الله يخليكم، اللي شاف الفيديو يخلي لي لايك، لان لايك هو اللي كيطلع الفيديو باش يوصل للناس وحدين اخرين. كنشكر كاع المتتبعين ديال القناه، وكنشكر الاخت اللي عطاتني هاد الوصفه هادي، لان هاد الوصفه راه هي ماشي ديالي، كنشكرها من هاد المنبر بزاف، هي راه هي متتبعه ديال القناه ديالي. شكرا لكم بزاف، حتى الفيديو مقبل ان شاء الله، خليت لكم الراحه.